الجميع يريد أن يلعب ويخوض المباريات، وهناك مباريات. انتظار إذن ركلة البداية. هذا سر تطور وقوة الفريق، أن عنده عناصر وركائز بإمكانها أن تقود الفريق، لكن المشكلة اليوم في الخط الخلفي. أتكلم أنا تحديدا منغالا وتمندي دانيلو، يعني خصوصا دانيلو ظهر بصورة في بعض المباريات رائع، وفي بعض المباريات كان عنده أخطاء، وهذه القوة اللي راح يعتمد عليها فريق كريستال بالاس. صار السيتي نتمنى بشهادة الله الاستمتاع والامتاع بكل لحظه بكل ساعه. استلام لدانيلو، هوبا عرضيه وراسيه، تعدي خطيره والهدف، ولكن تعدي طلعت برا. البدايه من نار للكبير مان سيتي في هذه المباراه. تشكيله النهارده مانشستر سيتي لقاء اليوم: لحراس مرمى إيدرسون، 4 في خط الظهر، على اليمين ووكر، على الشمال دانيلو، قلبي دفاع كل من الدب مردود. طيب خطيره المهاره، هوبا العرضيه واللمسه والتالق للدفاع. في الدور الاول في ملعب الاتحاد في مدينه مانشستر، كان فريق جوارديولا هجمه على الشمال للنجم زاها، عاوز يعدي اماميه ولكن ورا دي بروين، خطير بس امامي هتاخد ساحره تصويبه، ولكن الدفاع الجيد، تمركز دفاع جيد من دفاعات بالاس، ويحط رجليه قدام قدم النجم الالماني جوندوجان الرقم 8. هذا الجبور اللي تمت اقالته بعد الاسبوع الرابع. خطيره تصويب ولكن طلعت بره، خطيره جدا، دربكه دفاعيه وخطا كبير موجود ورا، فده الحارس على طول إيدرسون، والتحام موجود مع اللاعب منغالا، ومتابعه بقدم الخطير الرهيب البلجيكي حامل لقب الدوري، فاز عليه في الاسبوع الثامن. هنا فاز الملعب 2-1. كباي كورته عاليه فرص ممتازه بالدفاع، متابعه، لمسه تصويبه حلوه وامكانيات غير، لسه في خطوره. سانيه عدى، هوبا عرضيه تعدي لبره، ولكن 137 عام، يعني العراقه موجوده في تاريخ اساسي طوال 7 لقاءات ماضيه. قطعوها سريعه دي بروين، ولكن التحام بقوه، التحام غير عادي من سكوتدان، وفاول من مكان ممتاز بالنسبه لمانشستر سيتي. ياه ولكن في سقوط وفي اصابه في ركبه اللاعب سكوتدان. عادل وعلى طول سانيه وتصويبه في الحيط، لسه في خطوره، استلام بهجمه وورا في اللقاء، انطلاقه عنتريه، دي بروين مع الكور عاوز يعدي، هوبا تصويبه ضعيفه جدا في ايد الحارس على طول واين هينسي، استلام بدوران بتصويبه بالقدم اليسرى بقدم ابن السلس في المباراه، هوبا عاليه تعدي، متابعه للحارس واين هينسي، كتير مهاري هداف، هوبا اللمسه تصويب وبره، ولكن في القائم هذا اللاعب دي بروين، كورته عالية، راسية فرناندينيو، مهارة اللاعب على طول اجويرو، باص طولي قوي على الشمال تصل لسيلفا، ولكن تعتبر المواجهة رقم 59 في تاريخ مواجهات الناديين، والمواجهة رقم 34 بين الناديين في البريمير ليج. فريق نفس الملعب مهمة جدا للفريق، عالية رأسية ولكن بعيدة جدا، ارتقاء، استلام من جوندوجان على الأرض، خطيرة المهارة ولكن طولت من النجم دي بروين، طلعت منه بره الملعب، ضربة المرمى لصالح فريق بالاس. هذا المدرب طبعا جوارديولا عمل هذا الانجاز من قبل. كتير زاها عاوز يعدي، زاها وقف على كورته، زاها في خطوره بس حلوه، تصويب ودفع، هجمه على الشمال تصل لسانيه، هوبا عرضيه ودفاع ومتابعه، تصل خطيره لكريستال بالاس للنجم زاها، عدى فات زاها بخبرته الكبيره، زاها والعرضيه ولكن دفع، وادي كريستيان بنتكي وكره طوليه عاليه راسيه، ولكن في التحام وفي فاس خطير ليوهانا كاباي، وطبعا اكبر فوز لانطلاقه استرباتيلا من اللاعب البرتغالي سيلفا، هوبا عرضيه السحاره، العرضيه لبره، ولكن الدفاع للسيتي عاليه فوق، متابعه في خطوره في مهاره في عرضيه في دفاع على اللاعبين خلال هذه الفتره، العرضيه والراسيه والدفاع ممتاز لدي بروين، كورته عاليه قويه اماميه، اللمسه تعدي ورا لحد الحارس على طول، خطير لحد جوندوجان، اللمسه تصويب والهدف، مش ممكن تعدي، طلعت بره. ياه الثنائيه الجميله بقدم النجم دي بروين، السنده حلوه من دي بروين والتصويبه ورا بعرض الملعب، تصل لفرناندينيو، تصويب ولكن
لرحيم، عرضيه ساحره لسيلفا، عرضيه احلى راسيه واللمسه في ايد الحارس على طول. واين هينسي حارس مرمى. الجمله ما احلاها والجماعيه ما. رحيم ستيرلينج مع كوره، هوب عرضيه تعدي خطيره واللمس والتالق الكبير. شوط اول خلاص في النسيان، ولكن شوط ثاني في اثاره وفي هدف اكيد بيضيع بقدم النجم الالماني الخطير سانيد، وتالق كبير لمانجال اماميه لدي بروين، استلام بتصويب في نص المرمى في ايد الحارس على طول. واين هينس حارس مرمى. استحواذ وصل الى 87% في عام 92. هجم تعد اخر تعطيل تصويب والدفاع متابعه، لسه في خطوره ذهب هوبا عرضيه تعدي والهدف مش ممكن. يا الله يا الله يا الله يا الله، كان ممكن يعملوها، كان ممكن يجيبوها، كان ممكن يسجلوا. كبير جدا جدا ويد مشاهدينا ضربة جزاء. هذه العادة المهارة غير المهارة بتتكلم في أقدام النجم الإيفواري الخطير يا سادة لوكا ميلوفيفيتش، والحارس والتصويب والصدة لحارس كبير ابن السيليساو إيدرسون مورايس يتألق في المباراة ويمنع مشاهدينا الهدف القاتل في الوقت القاتل.